يلا بينا على أول سؤال. ليه بيكون عندنا تعلق بعلاقات مؤذية بالرغم من إن علاقتنا بأهلنا والمحيطين بينا كويسة جدا؟ سؤال رائع، سؤال في الجون. حاسة إن شعب مصر كله بيسأل السؤال ده، أو الوطن العربي كله. ليه بقى؟ ليه الناس التوكسيك دي بتيجي في حياتنا؟ ليه ما احنا ماشيين جنب الحيط وربنا؟ ده احنا علاقتنا بأهلنا زي العسل، بصي، يعني بيبوسوني ويحطوني على جنب زي الفل. مفيش اي مشكلة، انا كويس وبابا كويس وماما كويس وكلنا كويس الحمد لله. ليه بقى بتطلع لنا الناس المؤذية دي؟ طيب، بص يا جميل، احنا اولا في دور اه اختبارات، ولا في دور آخرة؟ عشان الدنيا يا جماعة غير الآخرة، فرقوا. مشكلة البشر ان هم عايزين يعيشوا الدنيا لكنهم في الجنة. فانا عايز اطلع بين اب وام كويسين، واخواتي يبقوا كويسين، وعلاقاتي تبقى رائعة، وانا ابقى عايش في التكييف بشرب النسكافيه ومرتاح. دي الجنة حضرتك. لما تروح الجنة ان شاء الله هتلاقي ده. المهم بقى، فانا دلوقتي عندي حاجتين في الدنيا لازم اتعلمهم. اول حاجة، انا بتعلم بايه؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان ماما وبابا الكلام اللي بيقولوه يعني انا هتعلم منهم كل حاجة في الدنيا. لا يمكن. في حاجات بنحتاج ان احنا ناخد التجربة، وممكن نفشل فيها بس ساعتها بنتعلم. فالعلاقات المؤذية بتيجي لسببين. السبب الاولاني ان حضرتك بتتعلمي من التجربة عشان تعرفي تتعاملي مع بقية البشر. حلو كده، ده اول سبب. السبب التاني، ماشي، هو الناس اللي بتقول عليه ابتلاء. كل حاجة ابتلاء يعني. انت كل حاجة بتاخدي عليها اجر، حتى لو اتشكيتي بدبوس ما انت بتاخدي عليه اجر. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة يشاكها المؤمن له فيه اجر. ماشي اوكي، لكن انا قصدي ايه؟ انه إيه، احنا بنطلع للدنيا يعني مثلا، خلينا نقول من اول سن العشرين الانسان بيطلع بقى خلاص من حدود بابا وماما، انه بيبقى حد كبير. هبدأ مثلا ادخل في علاقة زوجية، او هبدأ اتعامل مع بشر سواء في شغل، بيزنس، جيران. فانا داخلة في حياة. الحياة دي مش كل الناس رائعين. ليه؟ بنيت الدنيا على مبدأ ايه؟ على مبدأ الضد. مبدأ الضد ده اللي هو ايه؟ ليل نهار، يبقى خير شر، يبقى انسان كويس وانسان وحش. فانا مش كل الناس اللي هتعامل معاهم كويسين. فيجي انسان توكسيك سام، اما اتعامل معاه اتلسع، افهم، اعرف بعد كده اتعامل مع الناس التانية. يبقى التعامل في العلاقات المؤذية بيديني خبرة ومعلومات. زي المصل كده. هو احنا ليه واحنا صغيرين بناخد التطعيم؟ هو التطعيم ده عبارة عن ايه؟ مش التطعيم ده هو نفسه المرض؟ تمام. فيقول لك مثلا تطعيم ضد مش عارفة الجدري، بيديك الجدري نفسه، بس بيدولك ليه؟ عشان جسمك يعمل أجسام مضادة، فبعد كده ما يجيلكش بقى المرض نفسه. نفس الحكاية، الشخص المؤذي اللي بيجي في حياتك أول مرة انتي بتاخدي منه المصل لكل الشخصيات المؤذية بعد كده. فتيجي واحدة تقول ايه؟ ده انا اتلسعت من فلان، خلاص بعد كده ما بقاش حد يعرف يتعامل معايا كده. ده انا اتنصب عليا مرة فخلاص جاي يتنصب عليا تاني، لا بقيت فاهمة الليلة. ده انا مش عارفة جارتي قالت لي كذا، المرة اللي بعدها خلاص ما بقيتش تعرف تقول لي. ده انا مديري عمل فيا كذا لما رحت شغلانة تانية، المدير جاي يعمل، لا ما حدش عرف يأذيني تاني. ليه؟ اخدت المصل. يبقى أول علاقة مؤذية بتحصل لنا في حياتنا هو مصل، تطعيم بناخده علشان الايه، الحياة بعد كده والتعاملات. دي نمرة واحد. طب ايه السبب التاني بقى؟ دي مهمة جدا. كل حد بيجي في حياتك هو رسالة لحاجة جوه، سبب لحاجة جوه. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي جاء أذاني ده، هل انا كنت قوي فهو جاء أذاني؟ لا، انا ضعيف عشان كده هو جاء أذاني. يبقى الشخص ده جاي برسالة ايه؟ اقوى بقى. بيقول لي انت اقوى من المخدرات. اتفضل اقوى بقى، كفاية كده. فيبقى دي مهمة جدا نعرفها.
انا اتعمل معايا موقف غريب جدا، اروح البيت افكر هو انا ايه جوايا يخلي الموقف ده يتعمل. انا كان جوايا الحاجة الفلانية محتاجة اشتغل عليها عشان الموقف الفلاني ده ما يتكررش تاني. الشخص المؤذي ده جه في حياتي، الشخص المؤذي ده اتك على ايه؟ اول حاجة بيعملها الشخص المؤذي بيتك على مشاعر، بيقول كلام طيب، يبقى انا مفتقدة الكلام الطيب. بيدوس على احتياجاتي، يبقى انا عندي احتياجات محتاجة البيها من الله سبحانه وتعالى ومن نفسي، مش البيها من البشر. فخلي بالكم يا جماعة، اي انسان بيجي في حياتنا بيعمل لنا اي وجع، هي رسالة ان حضرتك محتاجة تشتغلي على حاجة جوه، او ان حضرتك محتاج تشتغل على احتياج جوه تشبعه. زي بالظبط التلاجة بتاعتك، التلاجة فاضية هتفضلي جعانة، فلما يجي حد من بره يحط لك شوية أكل وجواه شوية سم، غصب عنك هتاكلي ليه؟ عشان انتي جعانة قوي. لكن لو أنا مليت التلاجة بنفسي، محتاجتش حد يرمي لي شوية أكل فيه سم بقى، ساعتها لأ، أنا عندي الأكل الصحي بتاعي. فيوم ما حد يجي سام يرمي لي شوية أكل فيه سم، لأ هقوله شكرا والله، أنا شبعانة والتلاجة جوه مليانة، ده اتفضل حضرتك عندنا كمان. وصلت.